السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة اقول لكم بقى فيديو النهاردة مهم جدا لكل صاحب قناة او كل صاحبة قناة. كل الناس اللي كانت معايا في الفيديوهات القديمة، الفيديوهين اللي انا كنت نزلتهم قبل كده على قبض اليوتيوب. كنت نزلت معاكم اللي هو اول قبض ليا في على اليوتيوب، وكان ده من اكتر من سنة. وكان في فيديو تاني على التعليقات والاسئلة اللي جات لي على الفيديو بتاع اول قبض، والناس سألتني ازاي قبضتي قبض اليوتيوب، وازاي عملتي حساب بنكي، وهل فتحتيه بورق معين، هل كان عندك، ورديت على كل التفاصيل دي. فالنهارده بس في معلومات مهمة جدا يا جماعة، حابة ان انا اشاركها معاكم. وفي غلطة انا وقعت فيها للأسف وكلفتني بصراحة كتير. فبما ان دلوقتي طبعا في تعديلات كتير على اليوتيوب، فطبعا كل الناس اللي من مصر قنواتهم مصرية عارفين الكلام ده كويس جدا، ان في قرارات خلاص من اول السنة دي 2025، وبالذات تحديدا من اول قبض من اول شهر 5 ان شاء الله الشهر القادم هيكون القبض بالجنيه المصري. فطبعا انا حبيت ان انا اشارك معاكم المعلومات المهمة قوي دي. فالاول كده نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا انا مش هطول عليكم، الفيديو قصير جدا، لكن في كام نقطه كده خلي بالك منهم. اول حاجه، لو انت اول مره لسه بتفتحي حساب بنكي، فيا جماعه بالنسبه للبنك الاهلي المصري، لان ده اللي انا بتعامل معاه وده الاكثر انتشارا في مصر. فالبنك الاهلي المصري الحد الادنى لدفع حساب عشان تفتحي حساب بنكي، لو انت مش عندك حساب تكوني في حسابك 3000 جنيه مصري. تمام، يعني تحطي في الحساب البنكي، تروحي البنك ومعاكي 3000 جنيه وتقولي لهم انا عاوزه اعمل حساب بنكي باسمي، تمام، وطبعا بالبطاقه الشخصيه. طيب لو انا ظروفي ما تسمحش ان انا يكون معايا 3000 جنيه، هعمل ايه؟ هل ممكن ان انا افتح حساب مجاني؟ ان شاء الله ينفع، ولكن ده بيكون تبع حاجه اسمها مبادره الشمول المالي. فعايزه اقول لكم ان ده بيكون فرص كده او منح بتتفتح في البنوك المصريه كل فتره. فهي فرصه حلوه الشهر ده، ان طول شهر ابريل بيكونوا فاتحين من يوم 1 ابريل يوم 30 ابريل، بيكونوا فاتحين المبادره دي، ان اي حد حابب يفتح حساب بنكي بدون اي رسوم ومجاني، يعني يبقى ليكي حساب بنكي تقبضي عليه ومجاني عن طريق مبادرة الشمول المالي، وده بتكون في شهر 4. وبعدين بيفتح تقريبا تاني في أواخر السنة. يعني ممكن تدخلوا الموقع الخاص بالبنك اللي انتوا هتفتحوا فيه الحساب البنكي، تلاقوا كل التفاصيل من خلال جوجل، وتكتبي موقع البنك الأهلي المصري وتقرأي عن مبادرة الشمول المالي، تعرفي بالظبط موعدها ايه. بس انا يعني على حد علمي اللي اعرفه ان هي بتبقى خلال شهر ابريل. ده بالنسبة لأول نقطة، ازاي افتح حساب مجاني. طيب بالنسبة بقى للغلطة اللي انا وقعت فيها، واللي انا فعلا ده كان حرفيا فكرة الفيديو قايمة من الغلطة دي، ان انا يا جماعة لما فتحت حساب كنت مفكرة ان حساب التوفير بعائد شهري ده بيتحسب لي من 3000 جنيه. الله اكبر الله اكبر. ثواني بس يا جماعة، هقفل الفيديو علشان اردد الاذان وارجع لكم تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا رجعت لكم تاني بعد الاذان. فبقول لكم بقى بالنسبه للغلطه الكبيره جدا اللي انا وقعت فيها، واللي انا مش حابه حد يقع فيها خالص. لما تيجي تفتحي حساب توفير بعائد شهري، لازم يكون المبلغ في الحساب اكتر من ال 3000 جنيه، حتى لو اكتر منها بجنيه واحد بس. يعني الموظف في البنك قال لي انه هو المشكله عندي كانت ان كل شهر كنت بلاقي ال 3000 جنيه دول بيقلوا. وطبعا قبض اليوتيوب عندي مش بيجيلي كل شهر، بيجيلي مره كل سنه او مره كل سنتين، على حسب ما انت بتقبضي من اليوتيوب. مثلا لسه قناه صغيره ومش معروفه، فالقبض مش شرط يكون شهري، فانت هتعملي ايه؟ ال 3000 جنيه دول هيقعدوا يقلوا معاكي زي ما حصل معايا. كانوا كل شهر بينقص منهم بال 200 جنيه، طبعا رسوم اداريه وكشف حساب ومبالغ، لانه مفيش عائد شهري على المبلغ ال 3000 جنيه. فخلوا بالكم من الموضوع ده، لو هتحطي 3000 جنيه هتزوديهم، زوديهم ان شاء الله حتى لو 50 جنيه، علشان يكون في عائد شهري، المبلغ بتاعك ما يقلش مع مرور الوقت.
لان دي المشكله اللي حصلت معايا، انه بعد كام شهر لقيت قل بال500 وال600 يعني لو كنت استنيت اكتر من كده كان هيقل يعني، وكان ممكن يخلصوا اصلا مع مرور الوقت على ما القبض اللي بعده يجي، وده كانت هتبقى مشكله كبيره. فحبيت ان انا افيدكم جدا بالمعلومه دي. اما بالنسبه لتفاصيل الفيديو او القبض فان شاء الله هسيبه لكم في شاشات النهايه. والسلام عليكم ورحمه الله.